تخيلوا بقى تروحوا تاكلوا في مطعم تلاقوا نفسكم دخلتوا سجن بالغلط، مطعم واخد ستايل السجن بالظبط بنفس الغرف بتاعه السجن. فيلا بينا نجرب مطعم من اغرب مطاعم السعوديه. فالنهارده هجرب اغرب مطعم موجود في السعوديه في الخبر، فيلا بينا. والمطعم هو سيل 9 اللي في الخبر. اول ما بتخش المكان كده بيقوم مكلبشك على طول، وبعد كده بيقول لك يلا بينا خش على الزنزانه بتاعتك، وبعد كده يقفل عليك وتطلب الاكل اللي انت عايزه، وبعد كده الاكل يجي لك لحد الزنزانه بتاعتك. كنت طالب مشروم سوب وتشيكن برجر وفرايز شريم وكمان شورت ريبس. سعر الحاجات دي كلها كان 166 ريال. بدات باول حاجه شوربه الكريمه مع المشروم، والله حلو. فلو هديها نسبة هديها 9 من 10. جربت بعد كده التشيكن برجر. شايفين السندوتش القزم ده؟ بالنسبة لحجم الساندوتش دوت فبصراحة صغير جدا، يعني يتاكل في قطمتين. طعمه عادي، اكلته في اماكن تانية احسن من ده. وبعد كده جربت الفرايز شريمب. والاكل مايل قوي للاسيوي، يعني مش عارف هو اسيوي ولا ايه، مش عارف بصراحه. فاحنا بعد ما نخلص اكل هنسالهم هو ده اكل ايه اصلا عامه. بالنسبة للفرايز هي حلوة ولكن مش أحسن حاجة برضو. وآخر حاجة جربتها هي الشورت ريبس. العيب الوحيد فيها إن كمية الباربيكيو كتيرة قوي. حلوه ووحشه في نفس الوقت. مش عارف. بالنسبه لي هو في حاجه عجبتني بس هي الشوربه، تمام. هو الاكل مايل قوي للاسيوي، يعني مش عارف هو اسيوي ولا ايه، مش عارف بصراحه. فاحنا بعد ما نخلص اكل هنسالهم هو ده اكل ايه اصلا عامه. البرجر اكلته في اماكن كتير احسن من ده. الشريمب حلو بس حاسس ان هو مايل للاسيوي شويه، ف تجربه حلوه بس مش احسن حاجه بالنسبه لي.